يا هلا فيكم، حياكم الله في شرواكم شو مع عجيب. ضيوفنا اليوم مميزين. ضيفتنا عندها خلفية في الهندسة المعمارية وشغف بالتصميم الجرافيكس. تدير حالياً حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وشغوفة بركوب الخيل وقت فراغها. وزوجها عنده خلفية في الجغرافيا ويشتغل مدرس للدراسات الاجتماعية، وبوقت فراغه يحب يشتغل بالخزف وهم بارستا وهم يحب ركوب الخيل. معانا دلال عبيدان وعزيز خالد. يا هلا وسهلا فيكم. يا هلا أهلاً فيك، الله فيك. يسلمك. هلا والله. شلونكم اليوم معانا؟ بخير. طيبين الحمد الله لله. يسلمك. اليوم حابين نعرف عنكم أكثر وعن علاقتكم هذه الحلوة اللي باينة من الحين. في مشكورة. البداية حابين نعرف أستاذ، خلينا نقول عزيز ودلال، إيش كثر صار لكم متزوجين؟ قولي انت ولا انا اقول؟ تقريبا صار لنا 4 سنين الحين، 4 باقي سنين. لنا شهر ونكمل 4 سنين يعني تقريبا نقدر نقول بالضبط. هابي انيفرساري من الحين نقدر نقول. صار لكم 4 سنين ما شاء الله، مو باين عليكم. الله حبيبتي. يسلمك. زين، نبي نعرف شنو قصة الحب اللي بينكم، شلون تعرفتوا على بعض؟ تعرفنا على بعض عن طريق السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي. كان بيننا شيء مشترك اللي هو خلينا نقول الفن. هو كان يشتغل بالخزف وهذا شيء وايد شدني، وأنا حزتها كنت قاعدة أحاول أتعلم شلون أرسم الويوه حلو. بالواتر كلر، الألوان المائية أنا وايد أحبها. حلو. فكان كذي تحدي بسيط بيني وبين نفسي بشتغل عليه، فهذا الشيء شده هو بعد. حلو. شنو يشدك بدلال؟ شنو شدني بدلال؟ يمكن لما التقينا أول مرة، نفس الفكرة، مكان الخزف. يعني أذكر أول ما عرفتها يعني كان حسيت أن أرتاح وايد معاها، يعني بسوالف بالضحك، فكنا يعني كانت بالنسبة لي يعني في كيمستري خلينا نقول. إيه تقريبا كذي يعني خلينك صح. حلو. زين، أي. هذا اللي جمعكم وربطكم ببعض أي كبداية يعني. كبداية. وبعدها ايش كثر طولتوا لين تزوجتوا؟ ما طولنا على طول. تقريبا إيه 3-4 شهور كذي، 4 شهور وصار تقريبا زواج. أعطوني كلمة واحدة تصف علاقتكم. كلمة واحدة تصف علاقتنا: مقاتلين. الله. ليش ما مقاتلين؟ أدري، أنا أشوف كذي يعني، لأن أحس كان في وايد صعوبات أول ما تزوجنا. وايد كنا أحس يعني قاتلنا عشان إن نكون مع بعض يعني. حلو. إيه كانت في صعوبات تواجهنا يعني في البداية. في البداية. تدري المشاكل في بداية الزواج مرات تكون مهم. كعوايلنا شلون كان الموضوع وكذي، كانت نعم. في صراعات نوعا ما، فأحس إن قاتلنا لأن قدرنا إن نثبت شوي شيء ويا جميل. بعض. تتفقين دلال مع هالكلام؟ يعني شوف، هم دائما يقولون لنا إنه يعني إذا عديتوا أول سنة زواج أموركم طيبة. حلو. بعدين صرنا نسمع إنه لا، أول 2 زواج، وصل الموضوع له أول 5 سنين زواج. إذا عديتوها أنتوا بخير. كل ما تعدين سنة يقولوا لك إيه بعد خلصتها يعني. إيه. بعد قدامكم طريق. إيه إيه. قدام طريق. ننطر للسنة الجاية ممكن. راح يقولون لنا بعد سنة نطرة وراح تكونون أوكي أحسن. بس هو فعلا يعني هذا الكلام صحيح 100%. بس أعتقد إنه هو في رينج معين، وكل كابل يعني يختلف هذا الرينج من يعني كل كابل عن كابل ثاني. أنا باخذ 3 سنين على ما أتكيف مع الشخص اللي معاي وأتطور معاه ونستقر. أنتي بتاخذين 2، غيرنا بياخذ سنة، وهكذا. حلو. يعني خلينا نقول الكلمة اللي تصفكم أو تصف علاقتكم، خلينا نقول المقاتلة أو القتال. حلو. كانت في بدايتنا إيه. كان الموضوع كذي، حسيت إنه بهالشيء، حسيت إني قاتلت عشان إني أوصل حق منطقة أكون فيها أنا مرتاح. والنهاية انتصرتوا عدل. 100% الحمد لله. ميزة تحبونها ببعض. عزيز، صفة تحبها بدلال واحدة. تضحكني وايد. الله. إيه. كوميدية يعني دلال وايد. وايد إي وايد. يعني من تقوم من النوم هي شي أول ما تطالعني على طول تبي تضحكني يعني، وأنا بطبيعتي مو كذي يعني، فتخليني وايد أضحك. شيء حلو. طيب. ودلال؟ إيه، هذه أكثر جملة سمعتها منه. دائما يقول لي إنه يعني أنت من أكثر الأشخاص اللي ضحكت معاهم. حلو. وشنو الصفة اللي تحبينها بعزيز؟ أكثر صفة تحبينها؟ أنا وايد أحب الهدوء اللي بعزيز. يعني أنا كلش ما عندي هذا الهدوء.
لا الداخلي ولا الخارجي انتي هايبر وعزيز هادي، إيه. عشان شي تكملون بعض. والله إيه يعني تقدرين تقولين هي ميزة وهي لأ، يعني مرات إن أنت تبي واحد هادي معك عشان لأنك أنت متعود على هالشيء، ولا تبي واحد يقعدك من يصحصحك شوي صدق، لأن هذه مو منطقة راحتي، أنا مو مرتاح لما يكون وياي واحد نشيط وايد بالسوالف بالضحك وكذي. بس هي جتني بطريقة حلوة، يعني أحس إن تجيني بطريقة صدق، يعني أوكي صدق أنا ما أحب كذي لا بس بس دلال غير، تضحكني. دلال لا غير دلال طبعا. غير وايد. وشنو الصفة اللي ما تحبينها بعزيز دلال؟ عزيز وايد دقيق، يعني حيل دقيق، اوكي، يدقق بكل شيء. فسري لي اكثر شلون. يعني مثلا خلينا نتكلم على الصعيد مال السوالف وكذي أو النقاشات اللي تصير بيننا، هو حيل دقيق، يدقق على الكلام، يعني حيل شنو كل كلمة قاعد تطلع منك، وشنو الجملة اللي ركبتيها مع بعض، وشنو تعني توقيتها فهذا شيء أحس موجود برياي أكثر. البنات ما فيهم هذا الشيء وايد، يعني يقعد لك على الحرف خلينا نقول، إيه. او على الكلمة. ليش يا عزيز ليش كذي؟ وهي تضحكك كل يوم بعد. وعزيز شنو الصفة اللي تكرهها خلينا نقول، او اللي ما تحبها، ما اقول تكرهها بدلال؟ الصفة اللي ما أحبها بدلال ماكو شيء ما أحبه بدلال. احسن منك يا دلال، شلون؟ كسر خاطرك ها، بتغيرين لا الإجابة. صدق هو الموضوع مو مجاملة، ما إيه. يصير أنا عايش مع شخص أنا في شيء ما أحبه فيه. إيه. طول الوقت أنا شغال على إني أنا أخلي هذا الشيء اللي مو حلو فيك يكون حلو. يعني أنا راح أقول لك أنا قاعد يزعجني، أنا هالشيء مو عاجبني، أوكي في أمور تصير كذي بين أي اثنين، بس تقولي لي شنو بالضبط ما أتذكر شنو، بس أنا أي شيء يصير ببالي ما يعجبني راح أقول لها، فعشان كذي هي مثلا تقول لي كل شيء تقول. إي راح أقول لك كل شيء عشان نوصل هذه لما يقولون لك بعد 5 سنين تصيرون زينين ويا بعض. فإحنا نحتاج، فهو المشوار طويل، إني أنا لازم أقول لك لازم أقول لك لازم أقول لك لازم أقول لك لين إنه نصير وايد زينين ويا بعض وما نحتاج نقول حق بعض شيء، وهذا نفهم الصح. بعض. اي هذا الصح. أتوقع ممكن. هذا يعني السبب يخلي التطور بالزواج وايد أسرع، طبعا لأن هالشيء وايد منتشر بمجتمعنا. الرجال يا إنه هو يعني حاتي يضايق المرأة أو شيء كذي، والمرأة تحاتي تحرج الرجال، أو بس ما ينفع، خلاص ما ينفع. إحنا عايشين مع بعض. فلغة الحوار والتفاهم هذه دائما معكم على الخط. دائما احنا تقريبا بشكل يومي، يعني بشكل يومي عندنا مصارحة، يعني فقرة المصارحة مصارحة هذه ومصارعة. ومصارعة. شيء حلو. لو الله يبعد عنكم الهواش أو الجدال، بس لو فرضا صار جدال خفيف بينكم، منو اللي يبادر؟ لا في جدال وايد، في هواش وايد. لا يعني زين. لا عادي في البداية هذا صدق السبايس يقول في. بهارات الزواج. اي لا لازم هذا للأمانة، يعني احنا مو جايين نطلع روحنا ان احنا بيرفكت يعني. كل شخصين أعتقد لازم يكون في بينهم زعل. أنا ودلال كان في بيننا وايد أشياء كذي، في أشياء يعني وصلتنا لمرحلة أنه شكينا إحنا نبي نكمل مع بعض ولا لا. بس قلت لك هو دائما أنا أقول لها ودائما هي تقول لي، يمكن هي تعودت أنها تقول لي تالي أن أنا ما أحب كذي، زي أنا ما أحب كذي، زي وينش من زمان ما تقولين. أقول لك أنا دائما أقول، فقولي. فأتوقع هذا اللي يعني خلانا الحين أقوى وايد. خلاكم أقوى. بس لو فرضا دلال زعلت الحين وانت مزعلها بشيء، أي. أو هي زعلتك بشيء، إمم. تبادر هي بالصلح ولا أنت تبادر بالصلح أول شيء؟ كل صدق. والله للأمانة هي دايمًا تبادر، يعني تبادر بالصلح. أنا لأن عندي يعني نظرية، أو خلينا نقول إن أخليها تبرد يعني شوي، تبرد السالفة بعدين لازم أتناقش بالموضوع. بس هي لأ، يعني على طول راح تجيني وتفتح الموضوع، لازم تخلصه بسرعة يعني. هذا مرة ثانية سيكولوجية المرأة وسيكولوجية الرجل، وهذا الشيء إحنا هم ما نعرفه، يعني ما عندنا خلفية وايد قوية عن الموضوع. بس المرأة دائما تبي تخلص من الموضوع الحين، صح. الرجل لا، يبي ياخذ راحته، يفكر، يرتاح. ممكن. وهذا الشيء يصير وايد صعب علي، يعني ما أتحمل. فخلاص أروح كلمة راضي، أبي الموضوع يخلص على طول. هذا من يمكن الحب يا هي عزيز. هي جاية بنية زينة وتضحك وهذا، بس أنا إيه. مو جاهز مثلًا أكون. وأنت مو جاهز. أنا أحتاج وقت يعني. إذا أنتم تشتركون بشيء حلو اللي هو ركوب الخيل،
اثنينكم تحبون ركوب الخيل، أي. هالشيء هذا قاعد يجمعكم خلينا نقول مثلاً؟ لا، هو مجالين مختلفين. أي. هو قدرة وتحمل، أي. فدائما تمرينهم يفرق. أي يعني طريقة ركوبنا تفرق. طريقة الركوب كلها تفرق، أماكن تدريبهم تفرق اي وكذي. نعم. بس أنا كنت متجهة صوب قفز الحواجز، فالتمرين يفرق، والأماكن يعني بأندية نتدرب وكذي، بأماكن أصغر منهم هم لا يبون مساحات مبطلة وكذي، عرفت؟ بس عندكم يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول مثلا هواية أو مهنة مشتركة ممكن إن هي تقويكم ببعض غير ركوب الخيل اللي هو كل شوي شيء. مختلف عن الثاني. تقريبا كل شيء إحنا نسويه مع بعض. يعني هي أتوقع جاهزة أنها تكون باريستا، لأن حلو. إحنا عندنا بالبيت نشتغل يعني، فهي تعرف تسوي كل شيء يعني. عندنا سيت اب كامل، ماكينة القهوة، طحانة، كل شيء موجود. حلو. أي فتعرف تسوي. بالخزف فنانة، تقدر تعلم، تقدر تعطي دورات يعني لهالدرجة. يعني أقول لك إحنا دائما مع بعض، كل مكان إحنا مع بعض. وتشجعون بعض طبعا أكيد 100%. حتى لو أنتم مختلفين في بعض الهوايات، ولكن كل واحد يشجع الثاني عشان يوصل لقمة النجاح. طبعا. بالضبط. شنو الصفة أو خلينا نقول مو الصفة عفوا، شنو الأمنية المستقبل، الأمنية اللي تحبونها تتحقق في المستقبل حقكم؟ بالنسبة لي أن نكون سعيدين بس، ماكو شيء ثاني يعني، أن نكون سعيدين. أنا أمنيتي إني أكون بس مرتاح، مطمن، سعيد، بس مو شيء ثاني. ما في هدف أحسن من كذي. إنك أنت تكون مرتاح بس، تكون مرتاح. ما في أي هدف ثاني يعني. ودلال؟ أنا يعني أتفق مع 100%. الراحة والسلام الداخلي والسعادة يعني شيء وايد صعب إن الواحد يلقاه. مهم. عبالنا ساعات، عبالنا إن إحنا واصلين مرحلة زينة، بس موقف يثبت لي عكس هذا كله. فأتمنى إن هذا السلام الداخلي والراحة وطولة البال دائما تكون موجودة. والله الله يرزقكم إن شاء الله راحة البال والسعادة الأبدية. إن شاء آمين الله. إن شاء الله. مستعدين حق اللعبة؟ يلا. أوكي. السؤال الأول، منو أكثر شخص فيكم شاطر إنه يتذكر الانيفرساريز والبيرثدايز؟ أوكي، ليش يا عزيز؟ والله أتذكر يعني، أعرف التواريخ وكذي، بس هي وايد تسوي حق هالأشياء. حلو. أي. زين، منو أكثر شخص يقعد وايد على السوشيال ميديا والتليفون؟ ما أدري، اثنيننا يمكن. خلاص أشرب على بعض الحين. منو أكثر شخص بكي خلينا نقول يعني وايد دقيق إنه يختار الأكلة المعينة أو الوجبة المعينة؟ أنت يا دلال. لأن وايد أشياء ما أكلها. صح. ما أوكي. أكل لحم، ما أكل أنواع سمك وايد، ما أكل، فمسكين هو كله متوهق بالغداء. أوكي. شنو أكثر شخص شاطر بالسياقة؟ أنا. بس هي شاطرة بعد وايد يعني، بالنسبة حق البنات أنا أعتقد أنها هي شاطرة بالسياق. ومنو أكثر شخص ياخذ سيلفي؟ ملك السيلفيات أنت يا دلال. منو أكثر شخص يخطط عدل حق رحلة أو حق تريب يعني؟ أنا مفروض أنت. أنا. عطاك إياها أنت، يلا خلص روحي. خلصت كذي لعبتنا وخلص لقائنا، كان وايد حلو، يعطيك استمتعنا العافية. معاكم. حبيبتي يعطيك احنا استمتعنا العافية. أكثر، يعطيك العافية. شكرا على الاستضافة.